بطريقه مسبقه معنا دفتر التحملات تيرم دو ريفيرونس، والمشاركه ضمن لجنه تقييم العروض وتعيين الخبير المستقل بشكل مشترك من طرف المفوض والمفوض اليه والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONE. كما ستتم دراسه جدوى تحمل اتعاب هذا الخبير مناصبه بين المفوض والمفوضات، دراسه امكانيه تقليص مبلغ التسبيق الخاص بوجيبات التخلص من النفايات من 6 أشهر إلى 3 أشهر، مع مراعاة متطلبات المقرضين المتعلقة بضمانات الأداء والدفع وكذا الإكراهات المرتبطة بسهولة المفوض. اقتراح تكييف آلية بنك التحكيم بين المفوض والمفوض إليه ومساهميه الأجانب مع مراعاة الممارسات المعمول بها في المغرب بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية المماثلة. ستناقش الأطراف إمكانية تنقيح الآلية القانونية لصيغة احتساب وجيبات التخلص من النفايات، تعزيز وحدة المراقبة بالموارد البشرية والمالية الكافية والملائمة للقيام بمهامها في تتبع ومراقبة تنفيذ مقتضيات عقد تدبير المفوض بشكل فعال ومستمر تحت إشراف الجماعة، دراسة إمكانية تقديم موعد إنجاز منصة معالجة تثمين الرماد المنبقية خلال المراجعة الخماسية الأولى، تثمين الرماد المتبقي خلال المراجعة الخماسية الأولى للعقد، في حالة تجاوز معدل العائد الداخلي نسبة 6.6%. تتم دراسة إمكانية تقاسم الأرباح الإضافية المحققة مناصبة بين الطرفين أو تخفيض وجيبات التخلص من النفايات، مع التذكير أن العقد يضمن هذه التوصية في إطار المراجعة الخماسية للعقد ومقتضيات القانون 54/5. دراسة متعلقة بتدبير المفوض، دراسة إمكانية رفع نسبة مصاريف المراقبة من 1 إلى 5% ابتداء من أول مراجعة خماسية للعقد مع احترام مبدأ التوازن المالي والاقتصادي للعقد، دراسة إمكانية معالجة بعض أنواع النفايات غير المقبولة داخل المركز على المستوى القريب والمتوسط كالنفايات الخضراء ذات الحجم الكبير والنفايات الضخمة وكذا النفايات التي تم رفضها بسبب احتوائها الأطربة. يلتزم المفوض إليه بضمان مطابقة جميع الانبعاثات والمخلفات الناتجة عن وحدة التثمين الطاقي سواء كانت هوائية أو سائلة أو صلبة للمتطلبات ومعايير التوجيه الأوروبي المتعلق بالانبعاثات الصناعية والنصوص التنظيمية المكملة لعقود التنبيه أن هذا المقتضى مضمن أصلا في الملحق السادس. هل التوصية الإخوان خذوا منه وقت كبير واجتهاد كبير ديال الإخوان والأخوات اللي حاضرين، وناقشنا من الناحية الفنية من الناحية المالية من حيث الضمانات من حيث الحقوق من حيث إنجاز المشروع. كنتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا المشروع راه يفتخر به المغرب ماشي الدار البيضاء، هذا المشروع يفتخر به المغرب لأنه الأول والفريد من نوعه، وكنأكد بأن الإخوان كلهم اللي كانوا حاضرين راه كاينه اللمسات ديال المنتخبين في هذا المشروع، كاينه لمسات سياسية وفنية وقانونية وتقنية ومالية، وكاين المنتخب قام واحد المنتخب قام واحد المجهود كبير بزاف، وكذلك في الأخير كنشكروا الدولة وكنشكروا وزارة الداخلية على الاهتمام اللي تعطى. ربما واش قال مولاي احمد ولا راه واحد العدد ديال الاجتماعات، ماشي عدد ديال الاجتماعات مركزيه وجهويه ومحليه، وملي جا عندنا حنايا راه عاود عطيناه ثاني من خلال هذه التوصيات والتعديلات، عاود طبعنا عليه الصبغه السياسيه وطبقنا عليه عاوتاني الطموحات ديال المغاربه وديال البيضاويين، لان البيضاويين يستحقون والمغاربه يستحقون مثل هذه المشاريع الاستراتيجيه. وشكرا.